أنا فاكرة اليوم ده كويس. في مصيف من مصايفنا زمان لما كانت الأسر بتسافر بصحبة بعضها، في يوم من الأيام دي اتعرض عليا أول رواية قريتها لروايات ما وراء الطبيعة. أنا أعتقد بنسبة كبيرة إنها كانت العدد الأول اللي فيه قصة دراكولا والمذئوب. كنت وقتها يمكن في أولى أو تانية إعدادي، وبالرغم إني كنت بالفعل بقرا متعلقة برجل المستحيل، إلا إن دكتور رفعت إسماعيل كان ولا زال الأقرب إلى قلبي، وزاد تعلقي به بما وراء الطبيعة يتبعها فانتازيا بشخصية عبير الفتاة الحالمة اللي حظها في الدنيا قليل، لكن خالها كان بيعوضها عن خيبات أملها. بعدهم طبعا سباري وعلاء عبد العظيم، الشاب العصبي الطموح اللي بيعافر في الدنيا كحال كل الشباب اللي زيه. بدأ عقل الصغير يتشكل ويكبر مع كل عدد ومع كل شخصية جديدة بتعرف عليها في العالم ده. وورا كل ده يقف الأب الروحي العراب دكتور أحمد خالد توفيق. ولما عقلي كبر أكتر بدأت أقرأ رواياته الطويلة ومقالاته، واللي كنت بأخذ بيها كليا كأن روحي وعقلي بيمتصوا في الرواية، وما بيتبقاش مني في العالم الخارجي إلا جسد متخشب وعينان تحملقان في الصفحات. وجا اليوم اللي عرفنا إن دكتور أحمد هيتواجد في معرض الكتاب علشان توقيع رواية من رواياته الجديدة، وطبعا كان لازم نروح. ومن حسن حظنا إن قبل ما ندخل من باب المعرض لقيناه بيمشي في اتجاهنا ولوحده وجرينا عليه. بس أنا كنت مصدومة لدرجة إني يا دوب هزيت راسي وأنا بحييه. غبية. رغم إن المقابلة ما كملتش ثواني، بس قد إيه كان باين عليه الهدوء والتواضع وخفة الروح. وتعدي الأيام ويفضل دكتور أحمد خالد توفيق هو كاتبي المفضل بلا منازع. فمهما قريت لكتاب كبار وشباب ومهما تنوعت المواضيع والروايات اللي قريتها، إلا إن هو يظل رقم واحد بالنسبة لي. ويجي اليوم السعيد والتجربة الأكثر حماسة وإثارة في حياتي، اليوم اللي كنت في هايبر ماركت في الساحل الشمالي، في مصيف برضو زي المصيف اللي اتعرفت عليه فيه لأول مرة. وبينما كنت مستنية فرختي المشوية، لقيته هو بنفسه واقف جنبي مستني برضو فرخته المشوية. اتصلبت في مكاني وعيني اتسعت على آخرها وضربات قلبي زادت، والصراع الداخلي بدأ ما بين شخصية الانتروفيرت الانطوائية اللي عايزة تسيب الراجل في حاله ويستمتع بأجازته، وما بين المعجبة المجنونة اللي عايزة تكلمه وتتصور معاه. وانتصرت المعجبة المجنونة. ورحت بتردد وتوتر اعتذر له اني بغلس عليه في اجازته، بس انا من معجبيه من زمان واني كان ممكن يحصل لي حاجه لو ما سلمتش عليه وتصورت معاه. قد ايه كان طيب وتلقائي وصوته واطي ومرح وهو بيرد عليا. وحتى لما والدي جه سلم عليه، لما عرفته عليه، وقتها والدي قال له اني اتربيت على كتاباته، فرد عليه دكتور احمد بهزار: قول لي حضرتك انا مدين لك بكام؟ واخدت اخيرا صورتي مع دكتور احمد. دكتور أحمد خالد توفيق الذي جعل الشباب يقرأ، واللي محدش أبدا اختلف عليه، على عبقريته ونزاهته وعلى أخلاقه واحترام القراء. العراب اللي فتح لأجيال بوابات ومجالات يقروا فيها، واللي من مدرسته خرج جيل من الكتاب أتمنى أنهم يكونوا في نزاهته وثقافته. الجيل اللي قرأ الدكتور أحمد خالد توفيق بسببه قروا الكتاب أكتر، وقروا الروايات العالمية اللي ترجمها، وسمعوا الموسيقى واتفرجوا على الأفلام اللي اتكلم عنها. دكتور أحمد خالد توفيق اللي لما توفى يوم 2 إبريل 2018 كانت جنازته مليانة من الشباب اللي اتربوا على إيده، ولا كان فيها إعلاميين ولا فنانين ولا مرائين. كل اللي شيعوه كانوا ولاده وبناته اللي حبوه بصدق واللي زعلوا عليه كأنه أبوهم. في عيد ميلاده حبيت أعيد عليه وهو في الجنة إن شاء الله، وأقول له قد إيه هو أثر فيا. والمجاملة البسيطة اللي قالها يوم ما قابلته كانت وستزال أكتر مجاملة بفخر بيها. ربنا يرحمك يا دكتور أحمد، ويجعل العلم اللي سبته لنا واللي كنت سبب فيه شفيعا ليك، ويجعل دعوات أبنائك وبناتك في ميزان حسناتك.